هو مدرب كويس وبياخد وفي حاجات يعني في حاجات في التمارين، في حاجات في حاجات فنيه. لا هو وهو نفسه يصعد افريقيا وكل اللعيبه خلي بالك. انا كنت قاعد مع اللعيبه قلت لهم يعني عيب اللي انتوا ما تصعدوش، يعني دي رابع سنه. بس مش مدرب منحوس على دولي. ده كان يا عم منحوس، ده بقى بقول لك ما بحبش انا يقول لك ده منحوس ما خدش. بس انا بتكلم ان تجربته هتبقى زي برادلي، انا بتكلم ان الوطني هو الانسب. مش لا مش انا مع شايف الارجح. المدرب ده هيبقى موفق. انا ده شايف الراجل ده هيبقى موفق. اتفضل. هل تشعر انك تسرعت في التوفيق للمواصلات ولو كان من الممكن الانتظار عما اكثر؟ لا خالص. يعني مش نستنى شويه ممكن يجي حاجه هو جالي بس يعني انا عارف، انا عشان كده بقول هو في الاخر نصيب يعني، هو رزقي وكنت هو ده اللي كان مكتوب لي. انت صليت 300 مثلا. فاكر 100 حاجه كده يعني. عايزك بتقول يعني بص ده مين؟ بص ده مين؟ ده جاي لك يقبض عليك. ده زيد علينا. الاستاذ عبد الحكيم ابو علم والاستاذ عبد المنعم فهمي طبعا الاهرام الرياضي، والاستاذ عبد الحكيم ابو علم القسم الرياضي معانا، بس هو جه مخصوص عشان كابتن احمد حبيبه فزعلان منه شويه. عايزين عصفور انا معزوم بره المعايا. سؤالك ايه كان ايه؟ هل تشعر انك تسرعت في التوفيق للمواصلات ولو كان من الممكن الانتظار عما اكثر؟ انا بقول لك هو في الاخر هو يعني هو في الاخر نصيب والدنيا مشيت وخلاص يعني. اتفضل. محمود فؤاد، انا بدايتك من بنها. مين بقى؟ بنها جنب السيد. طبعا كده. ما اعرف بقى. سلال مش زي ما قلت لحضرتك من شويه، مش النادي اللي انت قلت كان فيه عروض. سلال مش نادي قمه او مش نادي معروف في دول الخليج او عندنا في مصر مش معروف. السبب اللي انت خلفته يعني حضرتك بتقول خليت استخاره او سالتك ماديات. بص كان ساعتها كان كان في ضغط من النادي عشان حصل حاجات كتيره معايا في النادي قبل ما امشي. طب ما الناس اللي انت بتتكلم عليها دي هي موجوده دلوقتي، هي ايه؟ الناس اللي حصلت معاك ايوه موجوده. هي موجوده. ما موجوده طبعا. اعمل ايه؟ اللي انا راجع يعني النهارده بكره هيخلص. اللي انا راجع يعني هيخلص يلا. انا لسه وخلي بالك انا في موضوع يعني انا الناس يعني مش عارف يا الناس. انا لو انا زعلان من حد مش عارف اتعامل معاه. ايوه يعني انا لو زعلان من عبد الحكيم مش ممكن عادي اقول له في وشه اروح راصصهم له في وشه وخلاص. اعمل اللي هو بيقول يعني عليه. فاهم قصدي؟ يعني انا عشان اصفى لازم اطلع كل اللي في قلبي. فاهم قصدي؟ أيوة. لا مش صح، لا انا سهل جدا.